السلام عليكم اخواتي، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله كلكم في صحه جيده. قبل ما نبداو غادي تشاركوا معايا كما كنقول لكم دائما وتشجعوني ان شاء الله وتعطيوني اللايك لهذا الفيديو الى عجبكم. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطبق ديال الكالامار. غادي نعمروه بطريقه سهله، كتجي بنينه ولذيذه، يمكن لك تقدميه حتى للضيوف علاش لا. عندي هنا كيلو الا ربع ديال الكالامار، الحجم متوسط ماشي داك الحجم الكبير. غادي نبداو نغسلوه فيه وغنوريكم الطريقه كذلك، لان بعض الاخوات بطبيعه الحال ما عارفينش كيفاش يغسلوه، وهذا ماشي عيب، يعني الواحد كيتعلم. كنشدو الكالامار هكذا، كنفرقوا الراس على هذاك الجسم ديالو، كنحيدوا واحد النقيطه كحله كتكون هنا. من بعد كنفرقوا دوك الخويطات على العينين ديالو كما كتشوفوا. كتبقى لينا غير هاد الجهه، هاد لابارتي هادي، هاد الخيوط هادو كيكونوا عامرين بالرمله. من بعد غنغسلوهم مزيان، وكنرجع كنقي هاد القشره ديالو هكا دايره، وكنحيد هاد الودينات هكذا، كنطرفهم باش من بعد نزيدهم على داك الحشو باش نعمر هاد الكالامار. من بعد كنقلبوا على هاد الشكل باش نقيه مزيان من الوسط. يمكن لك تغسليه في الماء ديريكت، انا غسلته هكا ناشف بلا ماء. من بعد غنغسلوه في الماء باش نوريكم الطريقه وتشوفوا الحاجه اللي غادي نطرفوا الحاجه اللي غادي نرميو بها. كيبقى عندنا هاد الجيب هكذا، نقي من الداخل ومن برا. كنحطو، كناخذ وحده اخرى، كنحيد ديك النقيطه الكحله كما كنقول لكم. ها هي صافي. الخيوط هكذا كنحتفظ بهم، انتما كتشوفوا. نفس الطريقه وكنقلبوها باش نزولوا ليها هاد الوسخ اللي عندها لداخل. من بعد ما ساليت هذوك الطريفات اللي حيدنا كنعمروا بهم هما هنايا. الكالامار هو هنايا منقي مزيان، هادو غادي نرمي بهم. فهذا التبصيل درت الملحه وشويه د الخل والماء باش نقيهم مزيان. انا كنغسلهم هنا باش نمشيو مرحله بمرحله. بالنسبه للناس اللي كيعرفوا يغسلوه كيغسلوه ديريكتومون في الماء. انا من طبيعه الحال بغيت نوري الطريقه بشويه بشويه الاخوات اللي بغاو يعرفوها. كنحكهم لانه فيهم الرمله
كنحكهم هكا بصبعاني حتى نتاكد بان الرمله ما بقاتش فيهم. بطبيعه الحال الخل والملح كيعاونوني باش نقيهم مزيان. نحتفظ بهم هنايا في هاد الطبيسيل. كنبقى ندوز هاد الكالامار، نغسل هاد الطبسيل ونردو باش نحط فيه مره اخرى. نغسلهم مزيان. ومن بعد كنديرهم في الروبيني، غنغسلهم مره اخرى ونديرهم في الروبيني باش ندوز لهم الماء من الداخل مزيان وداك الشيء باش يكونوا نقيين صافي، وغادي يكونوا واجدين باش نعمروهم. نعاود ماء اخر نقي، بلا ملحه غير الماء. المهم انا درت هاد الطريقه هذه غير باش تشوفوا بشويه بشويه. نورمالمون كنغسلهم ديريكت في الماء والملح، داكشي كنقيهم مزيان. دابا درنا هكذا باش تشوفوا المراحل بشويه. ممكن تصفيهم في واحد الصفايه ولا واحد الشبيكه هكا. نعاود نغسلهم. ملي غنسالي غندوز لهم مع الماء نقي من الداخل وصافي. هنا عندي واحد المقيله غندير فيها شويه الزيت وبصله مشلضه مزيان باش نوجد الحشو اللي غادي ندير في هذا الكالامار. بعد ما قطعت البصله تسخن ليا الزيت وندير فيها البصله وشويه ديال الثومه كذلك مشلضه مزيان.
ندير شويه ديال الملح على حسب الذوق. حتى كتهبط ليا البصله شويه عاد نزيد شويه الملح. وفي نفس الوقت كنحك واحد المطيشه طريه باش نزيدها من بعد. باش نحركها باش ما تحرقش. غادي نزيد ليها دوك الطريفات ديال الكلام بعد ما قطعتهم. وهكذا كنكون يعني كنوجد لداك الحشو اللي بغى يدير الكفته يديرها، اللي بغى يدير شي حاجه اخرى يديرها، اللي بغى يزيد فيها الروز. يعني انا درت فيها غير هكذا. دابا غنزيد شويه د الملحه. ندير شويه ديال الابزار. شويه ديال التحميره حاره. ندير شويه ديال القزبر نقطعه مزيان مع المعدنوس. كما كتشوفوا راه صافي تقريبا راه طاب وجدنا الحشو. خاص ديك البصله الدبال، خاص دوك الطريفات ديال الكالامار يطيبوا. اذا هو هذا موجود. نزيد واحد المعلقه ديال الروز، اللي ما بغاش يزيدها ما يزيدهاش. وعندي هنا 3 د البيضات سلقتهم غادي نقطعهم باش نزيدهم في الحشو. هاد الطريقه تيديروها اسبانيوليس، تيديروها الطريقه هذه كيزيدوا فيها بيض مسلوق، كتجي زوينه. اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، يدير الكفته وصافي. ولا هذه واحد المعلقه صغيره. وغادي نبدا نعمر في الكالامار. عندي هنا في نفس المقله ما غسلتهاش، غنحك البصله وغنديرها في الزيت باش نوجد واحد لاصوص فين يطيب ليا الكالامار.
غادي نحك واحد مطيشه طريه، قلت لكم قبيله غادي نديرها، ولكن غنديرها في لاصوص ديال اللي غيطيب فيها الكالامار، ماشي في لاصوص اللي غنعمر بها، يعني ماشي في الحشو، غنديرها في لاصوص. واحد مطيشه محكوكه، غادي نزيدها من بعد ما تدبل ليا البصله. نحرك واحد شويه بهكا، كتكون عندي لاصوص خاطره، ما كنديرش فيها مطيشه بزاف، هو تجيني غير بهذه الطريقه، تجيني خاطره وكتكون زوينه. دابا غنزيد ديك مطيشه اللي حكيت، زيد واحد شويه د الملحه، اللي بغى يزيد فيها صوص طوماط، يعني طوماط مركز، اللي ما بغاش يخليها هكا طبيعيه ما فيها حتى شي حاجه. انا غنزيد واحد شويه ديال لاصوص طوماط، بطبيعه الحال سين جلوتين، بالنسبه ليا كتعرفوا كنستعمل سين جلوتين. بعد ما طيب صافي غادي نحطها ونبدا نعمر الكالامار، ونحط في المقله. الطريقه باش كنعمر هي هذه، كنشد الكالامار ونبدا نعاون بيدي وبواحد المعلقه صغيره. انا ما كنسدهمش لان ما كيتحلوش، هي هذه عمرناها. كيجيو ولدات كيجيو بنات، زعما الصراحه نتمنىكم تجربوهم، عمروهم باي حاجه، بالكفته، بالدجاج، كاين اللي كيدير بلاتانت، ديك لاتانت الكحله ديال الكالامار. انا فضلت نديرها بهذه الطريقه، كتجي حتى هي زوينه. كنمشيو على هذا الشكل حتى كنساليو، وغنديرها في البوطه ونخليهم يطيبوا. نزيد لهم واحد شويه ديال الماء باش يطيبوا مزيان ويطيب داك الرز حتى هو. درت ليه واحد الورقه ديال الرنت، واحد الكويس ديال الماء صغير، وغنغطيهم ونخليهم يطيبوا. زيد شويه الحامض، نتوما كتشوفوا كيفاش كيغليو، يعني كيتبخوا.
ملي كتبدا ديك لاصوص تنشف صافي كنعرف بان راه طابو ووجدوا الكالامار اللي. اذا هانتوما كتشوفوا الشكل النهائي، نتمنى يعجبكم وتجربوه، وما تنساوش اخواتي الاشتراكات والتعليق واللايكات كيشجعوني باش نبقاو مستمرين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.